الليمون المعصفر. هنعمل مع بعض النهاردة ليمون معصفر وليمون سريع في نفس الفيديو. الليمون المعصفر ده أحلى مخلل أنا بحبه، بيحلي أي أكلة بيتحط جنبها، طعم ومزازة تحفة. هيبقى معايا 2 كيلو ليمون أصفر كبير زي اللي احنا شايفينه. الليمون الأخضر أو الليمون الصغير ممكن نشيله على جنب، هنعمله ليمون سريع دلوقتي. أنا بختار الكبير وهقطعه كله. ونخلي بالنا الليمونة تبقى جامدة وماسكة نفسها، ما تبقاش حتة بايظة أو طرية، أو تتركن مثلا يومين 3. لا، يوم ما بتيجي يوم تتعمل على طول. الليمونة بقطعها زي ما انتوا شايفين كده علامة اكس، بس ما بنوصلش للآخر. يعني بنقطعها نصين، نص كده ونص كده، بس ما بنوصلش للحتة الأخيرة، بتبقى ماسكة نفسها. هيكون في حلة على النار مية بتغلي، هننزل الليمون ده، تاخد غلوة واحدة بس. او زي ما انا هوريكم دلوقتي نعرف منين اللي احنا نطلعه. اول ما نحط الليمون هيبقى مقفول زي ما احنا شايفينه، ويبدأ يفتح واحدة واحدة. اهم حاجة في الليمون المعصفر الليمونة تطلع من على النار ماسكة نفسها وجامدة، ما تتهريش او تاخد سوا زيادة. كده الليمون بتاعي ممكن كمان قبل ما يغلي احنا نطفي عليه، يعني هو كده ملحقش يغلي برضو بس فتح معايا. انا عايزاه يفتح الفتحة دي كده ويبقى ماسك نفسه جامد، واتفتحت سنة بسيطة زي ما احنا شايفين. احنا هنعرف اول ما نحط الليمون، هنعرف على طول اللي هو استوى لما يفتح خلاص فتحة بسيطة زي دي. انا بشاور لكم عليها، يبقى شكله كده. كده هنطلعه، هو كده لسه برضو مغليش، يعني احنا دلوقتي بنقول غلوة واحدة بس احنا ما غليناهوش. هنطلعه بقى ونصفيه، هنطلعه في مصفى او هنطلعه في طبق، المهم هنصفيه كويس. والميه اللي موجوده هنخليها، مش هنرميها، خلي بالكم الميه دي مهمه جدا علشان هنعمل بيها المخلل دلوقتي. خلصنا بقى وطلعنا الليمون كله، هنسيبه يبرد شويه. والميه بتاعتنا هنحط فيه بقى الليمون الاخضر والصغير اللي طلع معانا، وهنغليه سوا كامل. ندوس على الليمونه او احنا نشوف اللي هي اتفتحت كده من الجنب وطريه، خلاص هي كده استوت. الليمون ده هيبقى الليمون السريع، هيستوي اسرع من الليمون المعصفر. شايفين الليمون انا طلعته طري ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه، مستوي سوا كامل. ده حوالي 10 ايام ويبقى جاهز للاكل. دلوقتي هنعمل الخلطة اللي احنا هنحطها على الليمون المعصفر. هيبقى معايا تمن عصفر، وتمن حبة البركة، وهيبقى معايا فلفل حامي شطة او فلفل بارد احمر، اي حاجة احنا عايزينها. بس الفلفل الاحمر طبعا انا بفضله. هيبقى معايا كيس ملح. كيس الملح ده هنعمل منه المية اللي احنا هنحطها على الليمون، وهنحطها جوه الخلطة. يعني هناخد شوية صغيرين وهنحطهم على الخلطة نفسها. الفلفل هنفرمه فرم ناعم. لو حابين نكتر شوية الفلفل الأحمر ممكن نكتره. أنا حاطة ربع كيلو على 2 كيلو ليمون، يعني 2 كيلو ليمون حاطه لهم ربع كيلو فلفل أحمر. هنحط بقى كله على بعضه. هنحط حبة البركة على العصفر، على شوية الملح اللي قلت لكم عليها. شايفين كيس الملح لسه مليان، أخدت ربعه بس. هننزل عليهم بقى الفلفل الأحمر اللي احنا فرمناه، وهنقلب الخلطة دي كويس جدا قبل ما نستخدمها. عايزين الليمونة يوصل لها كل حاجة من المكونات دي، الفلفل الأحمر والعصفر وحبة البركة والملح، كل حاجة هنقلبها كويس ونبدأ نحشي الليمون بتاعنا. هنحشي بقى نص كده، يعني نفتح بإيدينا النص نحشيه، ونعكس ونفتح النص التاني ونحشيه زي ما انتوا شايفين. موضوع سهل جدا. المهم الليمونة تبقى جامدة معايا. بأكد عليكم ان الليمون ما يستويش جامد. شايفين انا خلصت الكمية كلها، واتبقى معايا شوية خلطة هحطهم على الليمون السريع. الليمون شكله يفرح ولونه فظيع، انا بحبه جدا وبحب شكله جدا. هنبدأ بقى نجهز المية اللي احنا هنحطها على الليمون، او مية التخليل. نظبطها ازاي؟ طبعا طريقتي المعتمدة، البيضة النية. نغسل بيضة نية وبعد كده نحطها في المية، اي مية بقى، مية الليمون، مية عادية. ونحط الملح بتاعنا شوية بشوية، ونقلب زي ما انا بقلب كده، بس خلوا بالكم لا البيضة تتكسر طبعا. هنحط شوية ملح شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده. واول ما البيضة تطلع على الوش يبقى كده خلاص تمام، مية التخليل جاهزة معايا. زي ما انا بقول لكم دي طريقة لكل المخللات، دي انسب طريقة لظبطة الملح. هنعبي الليمون بقى في البرطمانات بتاعتنا، لو برطمان ازاز طبعا يبقى افضل. افضل حاجة للتخليل برطمانات الازاز. لو في بلاستيك طبعا مفيش اي مشكلة. هنعبي ونكبس بايدينا كويس علشان ما يبقاش فيه فراغات هواء في الليمون بين الليمون وبعضه. وهنعقم طبعا البرطمانات قبل ما نستخدمها. التعقيم بنحط فيه شوية خل ونرجه ونرمي الخل ده. وطبعا قبل ما نحط فيه الخل يبقى مغسول ونظيف. هنمسح البرطمان كويس جدا. هنحط طبعا المية اللي احنا جهزناها، وهنمسح البرطمان من فوق كويس جدا،
وهنحط على وشه شوية زيت، وهنحط شوية خل صغيرين، هما ما ظهروش دلوقتي معايا بس هنحط شوية صغيرين جدا، حوالي اقل من ربع كوباية. وهنحط الزيت مهم جدا طبعا على الوش، طبقة تغطي الوش علشان ما يعفنش معايا. البرطمان لو مش محكم هنحط اكياس او ستريتش ونقفله كويس، لو هو محكم زي ده هنقفل الغطا بس طبعا زي ما بقولكوا لازم نمسح البرطمان كويس، وبعد ما نقفله نغسله برضو من بره. وفي اول يومين 3 هنفضل نقلب فيه زي ما انتوا شفتوا كده، ونرجعه تاني زي ما هو معدول. الليمون السريع اللي انا كنت مجهزاه حطيت عليه بقيه الخلطه اللي كانت باقيه معايا، وحطيت عليه ميه التخليل، خلال 10 ايام هيبقى جاهز معايا. كده خلصنا تخليل الليمون المعصفر والسريع، ويا رب يكون عجبكم. بس لو عجبكم ما تنسوش اللايك وشير عشان ناس كتير تستفاد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.